تعرض الممثل المغربي عمر لطفي لوعكة صحية مفاجئة تسببت في دخوله المستشفى بشكل مستعجل، الأمر الذي أثار قلق محبيه حول وضعيته الصحية. وكشف مصدر مقرب من لطفي في تصريح لجريدة هيسبريس أن الأخير تعرض لألم شديد على مستوى بطنه خلال تواجده بمنزله، ما استدعى نقله إلى قسم المستعجلات بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. المصدر ذاتي أضاف أن التحاليل الطبية أظهرت تعرض الفنان لتسمم غذائي، فتلقى الإسعافات الضرورية قبل أن يسمح له الطبيب المشرف على حالته بالمغادرة. وأبرز المصدر أن الوضعية الصحية للممثل المغربي مستقرة حاليا وتجاوز مرحلة الخطر، مضيفا أنه يتابع العلاج بتناول الأدوية التي وصفها له الطبيب ويتماثل حاليا للشفاء مما ألم به. وكان الفنان عمر لطفي أثار قلق محبيه بعد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار المشاهير صورا ظهر من خلالها وهو مستلقي على سرير أحد المستشفيات دون الكشف عن التفاصيل. وفي سياق آخر، خاض الممثل ذاته مؤخرا تجربة جديدة في مساره الفني من خلال مشاركته في بطولة فيديو كليب أشخبارك لصديقه الفنان المغربي سعد المجرد رفقة ثلث من النجوم المغاربة، إضافة إلى إشرافه على الإدارة الفنية للعمل الذي حقق نجاحا كبيرا وحصد نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 22 مليون.